كله بسبب الموبايل. الجملة دي أكيد سمعتها كتير وكنت بتدافع عن الموبايل من غير تفكير. هل فعلا التليفون هو سبب كل المشاكل اللي بتحصل لك؟ ولو هو السبب فعلا، إيه الحل؟ ده اللي هجاوبك عليه في فيديو النهاردة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. مفيش حد يقدر ينكر إن التليفون أو الموبايل من أهم الاختراعات اللي عرفتها البشرية. الموبايل سهل على الناس إنهم يتواصلوا مع بعض، وكمان غير حياة ناس كتير للأفضل. بس الموبايل زيه زي أي حاجة تانية، زي ما ليه فوايد ليه أضرار. فهل إحنا بقينا بنستخدم الموبايلات بشكل يخلي حياتنا أسوأ أو يضرنا سواء على المدى القريب أو البعيد؟ في عام 2007 تم إصدار أول آيفون، وقدر يجمع بين أكتر من حاجة في نفس الجهاز، وغير شكل التواصل اللي كنا عارفينه. بس الفكرة هنا إنه اتحول بعد كده من وسيلة للتواصل للإدمان، بقى صعب إنك تتخلص منه. والسبب الرئيسي في كل ده هو الدوبامين، لأنه هو المسؤول عن المكافأة في الدماغ. يعني لو عملت حاجة ممتعة تاخد جرعة دوبامين. والفكرة هنا يا صديقي إن الدوبامين بيخلي عندك رغبة إنك تكرر نفس الحاجة دي عشان يجيلك نفس الشعور، سواء كانت الحاجة دي صح أو غلط. والشركات عارفة الموضوع ده، عشان كده بيحاولوا يخلوك تستخدم تطبيقاتهم أكتر وقت ممكن. وهي دي بالظبط نفس فكرة القمار، وهي إنك ممكن المرة الجاية تفوز وتعوض اللي خسرته فتفضل تلعب. هو ده اللي بيحصل معاك لما تشوف فيديو ما يعجبكش على تيك توك مثلا. المفروض ساعتها تقفل التطبيق، بس اللي انت بتعمله عكس كده، وبتفضل تقلب عشان تشوف فيديو يعجبك فتحصل على الدوبامين. وساعتها مخك هيخليك تكرر نفس العملية عشان تحصل على المكافأة، وتفضل تكرر نفس العملية، وممكن تفضل تعمل كده ساعة أو ساعتين. والمشكلة هنا يا صديقي إن مخك كل مرة بيرفع سقف التوقعات، وبعد كده مش بيفرز الدوبامين إلا لو شفت حاجة أشد. وساعتها الحاجات العادية اللي كانت بتبسطك مش هتأثر فيك. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن ده هيخلي الحاجات العادية اللي كنت بتعملها صعبة عليك، زي إنك تذاكر أو تشتغل أو تخلص أي حاجة وراك. وفي اللحظة دي هيكون سهل بالنسبة لك إنك تمسك تليفونك عشان تحصل على جرعة دوبامين، وللأسف ده هيأثر على تركيزك. وفي فيديو مهم جدا شرحت فيه الدوبامين بالتفصيل، أنصحك تشوفه وهتلاقيه في وصف الفيديو. في عام 2003 كان تركيز البشر تقريبا 12 ثانية، وفي 2015 وصل تركيز البشر ل 8 ثواني. وعشان تعرف خطورة الموضوع ده، في أنواع من السمك تركيزه تقريبا 9 ثواني. ودي مشكلة يا صديقي، لأن الحياة العادية بقت مملة بالنسبة لك. عشان كده لازم تركز ويكون أهم حاجة بالنسبة لك مذاكرتك أو شغلك. في سنة 2020 لو كنت قلت لك إن في كورس مهم مدته 5 سنين لازم تحضره، هتقولي 5 سنين دي فترة طويلة جدا. طب دلوقتي شوف ال5 سنين دي إزاي عدت بسرعة. عشان كده لازم تطبق الخطوات اللي هقولك عليها، عشان لما تعدي ال5 سنين الجايين تكون حققت حاجات عمرك ما كنت تتخيل إنك تحققها. أول خطوة حدد هدفك، بس قبل الخطوة دي في حاجة مهمة جدا. لازم تراجع علاقتك مع ربنا. شوف إيه الحاجة اللي مأثر فيها وحاول تلتزم بيها، سواء كانت صلاة أو صدقة أو غيرها. وبعد كده يا صديقي اكتب الأهداف أو المهام اللي عايز تحققها. وفي طريقة سهلة ممكن تساعدك، وهي إنك تقسم الورقة لأربع أجزاء: الدين والصحة والعلم والدنيا. في خانة الدين اكتب الحاجات اللي ممكن تقربك من ربنا، زي صلاة الفجر أو قيام الليل أو قراءة القرآن. الجزء التاني الصحة، اكتب الحاجات اللي ممكن تحسن صحتك زي المشي أو لعب الرياضة أو الأكل الصحي. الجزء التالت العلم، اكتب المهام اللي لو التزمت بيها هتتعلم كل يوم حاجة عن اليوم اللي قبله، زي تعلم لغة أو مهارة معينة أو قراءة الكتب. أما الجزء الرابع يا صديقي الدنيا، وهنا هتكتب أي حاجة ممكن تخلي حياتك أفضل، زي الشغل أو الفلوس. لازم تكون عارف إن أي مهمة ملهاش حجم، يعني مفيش مهمة كبيرة ومهمة صغيرة. طالما المهمة هتساعدك في أي جزء من الأربع أجزاء اكتبها. ومهم جدا إنك ما تهملش أي جزء من الأربع أجزاء عشان حياتك تكون متوازنة. وحاول تركز على ترتيب المهام، يعني الأولوية لدينك، وبعد كده صحتك، وبعد كده التعليم، وكمان لازم تركز في الدنيا وحياتك اللي بتعيشها.
ومهم برضو إنك تبعد عن التليفون اللي بيأثر على تركيزك وعلى مستويات السعادة عندك. وخليك فاكر إن التليفون زي ما ممكن يساعدك ويسهل حياتك ممكن برضو يدمر حياتك.